السيد أسعد الشيباني وزير خارجية سوريا، بتمنى هذا الفيديو يوصل لك يا رب، ويوصل لك الصوت من أحد أفراد الجالية السوري في المملكة المغربية الشريفة، اللي عم بتعاني من سنوات طويلة من انقطاع الدبلوماسي والعلاقات بين البلدين، ولا يوجد أي تمثيلية دبلوماسية لسوريا في المغرب منذ سنوات عديدة. وكثير من أفراد الجالية السوري ما عم بيقدروا يجددوا جوازاتهم، ما عم بيقدروا يسافروا سوريا، ما عم بيقدروا يسجلوا ولاداتهم أو يثبتوا عقود الزواج تاعيتهم بسوريا. في كتير من أفراد الجالية السوري محتاج لتسويات، ما عنده إقامات. في منهم متزوج من مغربيات، وفي مغاربة متزوجين من سوريات. في معاناة كتير كبيرة. نحن في المغرب الحمد لله عايشين أوضاع الحمد لله منيحة، ما حاسين بالغربة بين أهلنا وناسنا، مع الشعب الطيب ومع الناس الطيبة. وما بنساوي وقفة جلالة الملك محمد السادس، الله ينصره ويحميه ويطول بعمره ويشافيه يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، اللي وقف مع الشعب السوري منذ أول انطلاقة شعلة الثورة السوري. الله يطول بعمره. وهذا الشعب الطيب عم نشتغل وعايشين معاه بوراء ولا بلا وراء، ولكن لا بد انه تشوفوا لنا حل وتمثيلية دبلوماسي سوري، اللي بده يسجل ابنه، اللي بيثبت عقد الزواج. اذا واحد عنده مشكلة، فتح حوار دبلوماسي مع الحكومة المغربية مشان تسوية اوضاع المخالفين للاقامات، اللي لازم تسويات. يعني في كتير مجال، في كتير مشاكل هون للجالي، وما عنا رئيس لهالجالي اللي يقدر يفتح قنوات حوار دبلوماسي مع الحكومة المغربية. وما بنرضى إلا بأحسن تمثيل دبلوماسي لسوريا بهالبلد الشقيق اللي وقف مع الشعب السوري. إن شاء الله بإذن الله تعالى فتح سفارة سوريا في الرباط، قنصلية سوريا في الأقاليم الجنوبية في الصحراء المغربية، وهذا فخر كبير لنا يا رب العالمين. وإن شاء الله يوصل هذا الصوت وهالمناشدة لسعادة وزير الخارجية أسعد الشيباني، وعاشت سوريا حرة أبي.